صينية تشرفك في وسط اي عزومة. شكلها خطير وفكرة جميلة قوي، حبيت اجربها معاكم. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. يلا بينا نبتدي. عندي هنا حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة، نزلت عليه بصلاية كبيرة وحوالي حبتين من الطماطم وفلفل مبشور، كلهم بشراهم، وزودت عليهم التوابل بتاعتي، فلفل اسود وملح وبابريكا كاجون بالتوابل 7 وتوم باودر. هنزل بالمكونات كلها على اللحمة واقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده، وهسيب الخليط بتاع اللحمة ده في التلاجة حوالي ساعتين اخرجهم، او ممكن ما نستناش خالص ونبدأ على طول. وعندي هنا عيش صاج، عيش السوري اللي هو بتاع الشاورما ده. هبدأ ان انا احشيه بقى باللحمة دي، بخليط اللحمة دي. هحط كده كمية كويسة اكنها صباع كفتة جوه العيش. شايفين يعني الكمية حلوة، مش برضو كتير قوي عشان ينفع ان هي تستوي على طول، وبرضو مش قليلة. وهبدأ ان انا ابرم العيش على اللحمة كده بالطريقة دي، وهخلص الكمية كلها بقى وهقطعهم كده. يعني هحاول ان انا اقطعهم قد بعض، وهرصهم في صينية مدهونة بالسمنة، وهدهنهم برضو بالسمنة خفيف كده، وادخلهم الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. وهنجهز مع بعض الصوص بتاع الطحينة. عندي هنا الطحينة على الكمية على حسب انتوا عايزين كمية قد ايه، بس انا هنا استخدمت حوالي تلت كوباية من الطحينة. حطيت عليها التوابل بتاعتها، فلفل اسود وكمون وملح وشطة وليمون وخل، وعندي كان لبنة استخدمتها، ممكن تستخدموا زبادي عادي. وهنقلبهم كويس قوي ونخففها بقى بمية دافية كده، وبعد كده هيبقى عندي الصوص جاهز بالشكل ده. شايفين اللحمة عندي كانت جاهزت واستوت. هنعمل لهم بقى الطشة بتاعتهم، معلقة سمنة كبيرة عليها معلقة صغيرة من البابريكا. هنسيبهم على النار يغلوا كده شوية، وبعد كده ننزل على اللحمة بالطشة دي. شايفين شكلها خطير ازاي، وبجد طعمها خطير. ودي كان اسمها بيتي كباب، هي أكلة تركية. جربوها وقولوا لي رأيكم، وأشوفكم على خير الفيديو جاي، ورمضان كريم.